محمد باشا الصرافي، جامع محمد باشا الصرافي تقريبا، يعني ده اللي انا فاهمه. مش عارف الترجمة دي ايه، لكن هو مسجد يعني. حال الأحوال هو جامع، دي الحمامات بتاعته، وده شكل الجامع، المآذن بتاعته دي الميضة متجددة، بس واضح ان هو يعني جامع مش قديم قوي. كل المساجد عندهم فيها شواهد. المسجد اللي فات برضك اللي هو بتاع الصرفي برضك نفس الكلام. كان فيه برضك في الخلفية لما مشيت منه، ونفس المأذنة هي. غالبا ده جديد، لان بص الحجر اللي مبني منه المأذنة والملحق الثاني غير الجزء الاولاني اللي بره. يعني بص الحجر هنا مختلف عن الجزء الداخلي، او اللي متغلف في الجزء الداخلي، وكل دي شواهد هي. فواضح ان هي، هنقرا اسم الجامع طبعا المسجد دلوقتي واحنا داخلين، فبيبقى في مقبره، يعني هو مسجد ومدفن في نفس الوقت. ابراهيم باشا محسن حتون 1532. احنا بنتكلم في تاريخ برضك عميق يعني. كنت من 3 سنين تقريبا او 4 سنين في اليونان، وكنت مصور الطريق وانا طالع للفندق، وكنت بقول، وكنت سليم الحمد لله ومعافى البدن، وكنت بقول ان الطريق قاتل. بص ده المطلع، ده مطلع بسيط على فكرة، ولسه يعني ده اللي انا جيته، اللي هو ورا ده اللي انا جيته، اللي ده لسه هطلعه، وده جزء في الشارع، ولا هينفع ترجع بظهرك يعني وتكمل بصعوبة. فربنا المعين طبعا بأي شكل من الأشكال يعني. احنا شفنا البازار المصري ده، الجراند بازار، السوق الكبير بتاعهم. خلونا ندخل كده ونشوف ايه اللي في السوق الكبير. معظمها هدايا تذكارية، وبرضك حلويات. اعتقد نفس اللي هناك برضك بس بشكل تاني يعني، هو ان كان يغلب عليها الطابع الاكسسواري والحريمي اكتر من اللي هناك. كان في اكل اكتر يعني. العمق هنا اكبر برضك، اكبر في قدام، ورايح كده طالع برضك على فوق. يعني كده واضح ان هو معظمه اكسسوار وهدايا تذكارية. عملات ودلايات تذكارية، فضيات، جاكيت بتاع حد، شنط.
عشان كده فعلا ليهم حق يسموه السوق الكبير، يعني هو اتسمى السوق الكبير، تنوع لبس. شيشة ومعدات القهوة. والله بدي انزل بس خايف يكون بعد كده ما اطلع، لكن غالبا هنزل معاه. بردك معدات القهوة وانتيكات. Okay, go straight, straight. يعني التليفون كاندي بردك، كاندي ما دول شكلهم بتوع المصارعة اللي قدامنا دول. هو اللي قدام ده ماشي قالب الدنيا، فواضح ان هو حتى حد معروف يعني. تعدونا يا رجاله ولا تدخلوا في خناقه ولا ايه؟ مش عضلات، عمرها ما كانت عضلات. برضك انتيكات شوز، يعني بصي انتيكات وجنبها شوز على طول كده وكده. اسطوره مكان اوسع، لكن كله هو سوق. كل ده خلي بالكم تحت سقف واحد، يعني هو مكان ليه باب للدخول وباب وكذا باب للخروج، يعني كذا باب للدخول وكذا باب للخروج، والابواب مؤمنه بشكل كامل. العمليه مش سايبه. احسن انفجار دلوقتي عشان يبقى نبرنا على التامين بتاعه. يعني القرف اللي احنا فيه ده كله، ده حاجة محترمة يعني. طيب احنا هنفضل نكمل كده عشان واضح ان الامور مش هتخلص وانه بزيادة، فخلونا بقى نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. طيب انا متيم شوية بنوعية البلاط دي، موجودة في مصر طبعا، ما اعتقدش ان هي موجوده دلوقتي يعني، بس كانت موجوده طول عمرها. والبلاطه الكبيره اللي اكبر منها اللي هي كانت موجوده في الدرب والسيده والقلعه، والاسواق اللي زي الموسك بالظبط والعتبه، ومتنوعه بقى بردك هي زي الموسك، يعني هتلاقي حاجات كتيره متنوعه وحاجات كده. المنطقه كبيره جدا اللي في ظهر بايزيد، لدرجة ما بمشي على الخريطة، يعني مش عارف امشي على وصف الاماكن من كتر ما هي مليانة يعني اعتقد ان اللي عايز يخلصها فعلا لازم يبقى معاه خريطة. متهيألي ده السوق المصري هناك. خلاص خلينا ماشيين ونشوف الدنيا فيها ايه. برضك انا هحطها لكم جوه الفيديو الجزء ده بالبلاط جميل ده. خلي بالكم انا ماشي وعيني في نص راسي عشان محفظتي وفلوسي يعني الموضوع مش سهل برضك. ربنا يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله.